تعالي معايا اقولك ازاي تعملي بربع كيلو بانيه بس احلى صينية نجرسكو ممكن تاكليها في حياتك. صينية اقتصادية تكفي 8 افراد، حاجة كده وهم. انا عايزاكي تتابع معايا الوصفة وتيجي تقوليلي في الكومنتات لما تعجبهم ويشكروكي عليها كمان. معاكم اختكم هالة عربي، وما تنسوش اشتراك القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير، وتقولي لي في الكومنت لما تجربيها وتعجبك. انا هنا معايا ربع كيلو من الفراخ البانيه مقطعاها طولية، يعني قطعتها كده بالطول، ولو طويلة معاكي قوي اقسميها نصين. ومعايا نص فلفلايه صفراء ونص فلفلايه حمراء وفلفلايه رومي. ممكن تستبدلي الفلفل الالوان كله ب3 فلفلات رومي حلوين كده اللي هو الاخضر. ومعايا هنا معلقتين كبار من الدقيق، ومعايا جبنه موتزاريلا. جبنه موتزاريلا دي انا عاملاها معاكم، بس حطاها في العلبه، بحطها في علب وبشيلها في الفريزر، بس انا عاملاها هنزل لكم الفيديو قريب ان شاء الله. اقتصاديه جدا، كلنا عندنا الجبنه اللي انا عملت بيها الموتزاريلا دي في البيت. ومعايا زيتون اسمر. الزيتون الاسمر بيفرق جدا 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 في النجريسكو، لو ما عندكيش مش مشكله، بس بيفرق قوي. يا ريت ما تجيبوش المتقطع علشان خاطر بيبقى مسبوغ، هاتيه وانتي قطعيه في البيت. ومعايا مرقه خضار، ومعايا مكرونه اللي هي القلم، وزيت ذره. هنبتدي على طول وصفتنا. انا هنا نزلت بمعلقتين كبار من زيت الذره في الطاسه بتاعتي، كل حاجه على نار هاديه، بلاش تعلي النار بتاعتك عشان الحاجه تستوي معاكي السوا المظبوط. نزلت بربع كيلو الفراخ البانيه بتاعتي. انتي ممكن تستغني عن الجبن خالص، الجبن اختياري في الوصفه بتاعتنا. هديها كده زي تشويحه، حاجة في الزمن اللي احنا فيه ده اقتصادية جدا. انا عارفة ان كل حاجة غليت على الناس، وربنا يكون في عون الجميع وفي عوننا وفي عونكم، بس صدقيني الوصفة دي لو لعزومة او في مرة مثلا عايزين تاكلوا حاجة حلوة ومش عايزة تكلفي كتير، جربيها والله وهتدعي لي. الفكرة في النفس، وانتي نفسك قمر، انا متأكدة من كده. ورشة بقى فلفل اسمر حلوة كده على الوش. وبرده اول بصي ما تنزل ميتها كده ترشي البهارات بتاعتك، رشه فلفل اسمر، ربع معلقه من البابريكا. حسيتي ان هي عايزه تزيد تاني البابريكا زودي، بس انا هنا يعني حطيت ربع معلقه بس كانت قليله في الاول، فانت تحسي ان انا حطيت نص معلقه، بس هي ربع معلقه. حطيت رشه ملح، انت عايزه تزودي البابريكا بتاعتك والفلفل الاسمر، كل حاجه زي ما تحبي. حطيت الفلفل بتاعي زي ما قلتلك، الفلفل انت ممكن تخليه كله رومي، بس انا كان عندي اصلا فلفل الوان فعملت بيه، لو ما كانش عندي كنت استكفيت بالفلفل الرومي على فكره. هديهم كلهم كده. اول ما الفراخ بتاعتي تتشوح وتدخل كده في السوا، هنزل بالفلفل على طول وهديلهم تقليبه مع بعض. اهم حاجة في كل وصفة بقولها تدريج نزول المكونات على البوتاجاز، عشان كل حاجة تطلع معاكي بالسوى المظبوط ليها. ما تحطيش كل حاجة مع بعضها عشان ما فيش حاجة تتحرق، وحاجة تبقى مستوية حلو وحاجة تبقى مستوية قوي وحاجة ما تبقاش مستوية خالص، فهماني؟ كل حاجة ليها وقت لنزولها على البوتاجاز. صدقيني اتبعي التريكات البسيطة دي هتفرق معاكي جدا. انا هنا بعد ما قفلت خالص النار نزلت بالزيتون بتاعي اللي انا مقطعه. زي ما قلتلك الزيتون اختياري، بس بيفرق في طعم النجرسكو. هاتي كده يعني دول بالظبط كانوا 250 جرام ولا حاجه، ممكن اقل كمان. هاتي حبه زيتون كده حلوين، يعني ربع كيلو زيتون. هاتي حبه كده حلوين وقطعيهم وحطيهم، هتفرق معاكي في الطعم جدا. لو متاح ليكي، مش متاح مش هيفرق. انا قافله النار هنا وخلاص. شفتي الوصفه خدت قد ايه؟ ولا 5 دقايق حتى على النار. يلا بينا نعمل البشاميل على طول. معايا لتر لبن من الحليب من عند اللبان، يفضل طبعا لو ما عندكيش غير معلب تمام، بس يفضل من عند اللبان. هنا هنعمل البشاميل بتاعنا على البارد وهيطلع معاكي قمر. حطيت هنا زودت معلقه دقيق كمان، يعني حطيت نص كوبايه من الميه عليها 3 معالق من الدقيق، قلبتهم في بعض. واول ما عملوا لي خليط سائل نزلت بيهم على اللبن بتاعي، اللبن الحليب بتاعي، عشان في بلاد تانية بيقولوا على اللبن ان هو زبادي، الحليب اقصد اللبن الحليب. ورشة ملح، طبعا الكلمة المعروفة، لو عايزة البشاميل بتاعك يطلع مايل لطعم القشطة اكتر ما تكتريش الملح، خليه دلع شوية. وحطيت، انا بحب ازود رشة من البابريكا، بتديني لون ونكهة كده حلوة في البشاميل بتاعي. وحطيت طبعا لا غنى عن الفلفل الاسود بتاعنا، حطيت رشة برضو صغيرة. وانت زي ما تحبي، مش بتحبوه عندكم في البيت استغني عنه، ولو عندك فلفل ابيض حطي رشة، مش هتفرق. هسيبه بقى كده لحد ما القوام بتاعه يتقل.
ما يتقل القوام بتاعي هحط مرقة الخضار بتاعتي، دي برضو اختياري، عايز تستغني عنها انتي وراحتك. انا واحده مش من انصار اصلا المرقه، ما بستخدمهاش اصلا. لو تاخدي بالك كل وصفاتي نادر لما تلاقيني في وصفه كده مستخدماها، غير كده لا. بس مرقه الخضار ارحم من مرقه الدجاج، على الاقل ما فيهاش عظم، يعني العظم اللي هم بيجففوه ويطحنوه، على الاقل ما فيهاش عظم، ولا مرقه دجاج ولا مرقه لحمه. مرقه خضار لو هستخدم. هنا بعد ما قفلت على البشاميل بتاعي هحط معلقه كبيره من السمنه البلدي، دي برضو بتدي نكهه وطعم حلو قوي. عندك زبده حطي مش هتفرق، بس انا بفضل السمنه البلدي في البشاميل، بتديكي نفس طعم كأنك بالظبط محمره الدقيق في السمنه في الاول. الحركه دي بتديكي نفس الطعم، وبتبقى الاكله خفيفه على قلبك، وبتبقى طعمها حلو جدا وما بتحماش على صدرك. هنا بقى انا هنزل بالمكرونه بتاعتي بعد ما غليت الميه. طبعا الميه بنحط فيها ملح بس، ما بنحطش زيت. والله كنت بحط زيت، طلعوا لنا في المقدر الجديد قالوا لنا الزيت بيخليش الصوص يمسك في المكرونه، فيلا احنا ماشيين مع الترند، اما نشوف بكره يطلعوا لنا بايه بقى. هنا انا حطيت كيس واحد من المكرونه البنه اللي هي المكرونه القلم. انت زي ما تحبي النجريسكو، زي ما تحبي فيها، عايزه مكرونه شرايط اللي هي الفوتوتشيني، او عايزه مكرونه صغيره، او عايزه سباكيتي، زي ما تحبي. بس انا يعني الوصفه الاصليه بالمكرونه القلم. سبتها تتسلق 5 دقايق بس، ما تكتريش في سليق المكرونه. هي هنا زادت مني ودي غلطه، يعني لو ما كانتش زادت كانت طعمها بقى اطعم. هو ده سليق المكرونه المظبوط، 5 دقايق بس. هتطلع لك احلى. انت هتحسيها مش مستويه، بس في الفرن البشاميل السخن مع الحاجه مع الفرن ان هو سخن هتطلع لك احلى سوى للمكرونه، احلى سوى للمكرونه البشاميل، صدقيني جربيها. بصي بقى، النجريسكو مختلفة عن البشاميل. البشاميل بنعملها طبقات، وفي ناس اوقات بيقلبوا حبة مكرونة مع اللحمة مع البشاميل، وبيحطوا برضو عليها اللحمة بيعملوها برضو طبقات عليها اللحمة وفيها المكرونة. بس النجريسكو مختلفة. النجريسكو انا بحط مكرونتي المسلوقة وبقلب فيها كل المكونات بتاعتي، يعني بصي زي ما انت شايفة كده دلوقتي هقلب المكرونة في الفراخ في الفلفل في الزيتون، كلهم هقلبهم مع بعض. انا برضو حابة اوريكي كل التفاصيل عشان تطلع معاكي عظمة بجد. هستنى رأيك في الكومنتات. لو وصلتي لحد هنا صلي على النبي، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، وتقوليلي في الكومنتات لما تجربيها وتوهميهم، وما تنسيش اللايك. انا هنا هنزل بالبشاميل القمر بتاعي. بص معلقة سمنة واحدة بس، بص مخليه باينة فيها ازاي، في الطعم كمان بتبقى باينة جدا. بصوا الجمال بقى. هنا بقى النجريسكو زي ما قلتلك مختلفة شوية، بنقلب كل المكونات في قلب بعضها زي ما انت شايفة كده، كله بيدخل في قلب بعضه، وهتطلعي في الاخر احلى صينية هتشرفك في عزومة، تبقى صينية رئيسية. انا عمالة اعمل لكم سلسلة الصواني الرئيسية عشان رمضان، وعشان كمان الايام دي لو في اي عزومات ومثلا التكلفة على القد، الفلوس على القد، تطلعي حاجة تشرفك ومش هتكلفك حاجة اصلا بالنسبة للعزومات يعني، او بالنسبة اليوم حتى احنا كده قاعدين مع بعض ونفسنا ناكل حاجة حلوة. بالنسبة لأسعار اليومين دول دي حاجة مش هتكلفك خالص. انا هنا حطيتها في الفرن لمدة 10 دقايق، 10 دقايق بس. وبعد كده هنزل عليها بالموتزاريلا الهوم ميد اللي انا عاملاها في البيت. هنزل لكم فيديو قريب ان شاء الله ليها، قبل رمضان ان شاء الله هنزله لكم. حاجة كده وهم خطيرة. انا بعملها في البيت، واجيب العلب البلاستيك وفرزانها في الفريزر، بتفضل معايا مدة كبيرة جدا. هعمل لكم فيديو برضو فيه كل التفاصيل. هحطها على الوش كده، وهحطها تحت الشواية بس تاخد تسيح كده الجبنة وتاخد وش لمدة 5 دقايق. ما عندكيش موتزاريلا عادي جدا هتطلع قمر معاكي برضو. بصوا الجمال، بصوا المطة، حاجة وهم بجد. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا جدا. بطلوا تعملوا اي نوع مكرونة تاني غير النجريسكو، اللي ما بيحبهاش هيحبها. جربوها، خطير خطير خطير. بصوا الجمال، بصوا جوسي ازاي، بصوا الموتزاريلا مديها لون وشكل قمر ازاي. زي ما قلنا لو ما عندكيش الجبنة عادي جدا، النفس اهم حاجة، وانتي نفسك قمر، انا متأكدة من كده. معاكم اختكم هالة، يا رب اكون كنت خفيفة عليكم. باي باي.